فيديو تاني من فيديوهات الدردشة اللي احنا بنحب نقعد نتكلم فيها مع بعض. والفيديو ده هنتكلم مع بعض بصراحة شوية. انا دلوقتي لو معايا في رينج 700 الف جنيه او هدفع مقدم 300 الف جنيه واقسط الباقي، اجيب بروتون ساجا ولا اجيب نيسان صاني اول فئة اوتوماتيك ولا اجيب نيسان صاني مانوال؟ بص، مقارنة بسيطة كده، الساجا هنتكلم في موتور 1300. عربية العفشة بتاعتها ممتازة بصراحة، وفي نفس الوقت الثبات بتاعها الطريق ممتاز، والصاج بتاعها يعتبر محمل وكويس. العربية دي كانت معايا فترة وكانت عربية ممتازة مش وحشة. أعطالها تعتبر أعطال قليلة كميكانيكا أو ككهرباء أو كفتيس أو موتور، يعتبر أعطالها قليلة جدا أو يعني تقريبا ملهاش أعطال. عيبها بس هتلاقي عندك المساحات الداخلية بتاعت العربية صغيرة شوية. شنطة العربية برضو مش أكبر شنطة، يعني لو قارنا ما بينها وبين نيسان صاني تكسب. تكييف، لو الموتور بتاعها 1300 وقلت لك الموتور ده بيطير في الفضاء، في التكييف بتاعها مش هيبقى احسن حاجه. لا، التكييف بتاع نيسان صاني يكسب كده كده يا جماعه. كل ما السعه اللتريه بتاعت العربيه تكبر كل ما التكييف يبقى اداؤه احسن، عشان كده التكييف بيحمل على الموتور، فيبقى الموتور اقوى، كده كده هتاخد اداء احسن من التكييف. عندك ايه تاني؟ تسارع العربيه. تسارع العربيه يعتبر الاتنين يعتبر قريبين من بعض، احنا بنتكلم في فرق ثانيه ولا حاجه. احنا كده كده مش جايبين العربيه دي نسابق بيها، وانا زي ما بقول قبل كده احنا ما بنسوقش على الاوتوبان. كده كانت اغلب الطرق في مصر هنا 90 اخرك 120. النيسان صاني الثبات بتاعها مش احسن حاجه، بس لغايه 120 عربيه مش وحشه، واسعه جدا جدا من جوه. ميزتها بقى، ودي ميزه رهيبه، ان انت مش محتاج التوكيل في حاجه، يعتبر كل قطع غيارك كل صياناتك ممكن تعملها من بره. شنطة العربية واسعة وكبيرة جدا، عربية محبوبة في سواء في خدمات النقل أو سواء في التنقلات البسيطة بين المدن. الراكب الخلفي في العربية دي بيحس إن هو راكب عربية واسعة جدا من ورا، بيبقى قاعد فيها مبسوط بصراحة، بعكس البروتون ساجا الكنبة اللي ورا بتاعتها صغيرة شوية. يعني من الآخر أكتر ميزة بتميز النيسان صاني، نتكلم في تكييف أحسن، موتور العزم بتاعه هيبقى أحسن، لما يجي كمبرسور تكييف يشتغل مش هتحس إن هو محمل معاك على العربية. ده غير إن العربية صيانتها في المجمل تعتبر أي حد يقدر يشتغل فيها. في ميزه تانية بقى اللي حابب يجيب عربيه يشتغل بيها، لو انت جايب عربيه مصدر رزقك الوحيد تشتغل بيها اوبر وكريم وديدي والحاجات دي، خليك في نيسان صني. عربيه حلو جدا بتقبل الغاز، والمواتير بتاعتها ما بتعملش مشاكل مع الغاز، اخرك قوي غطا اتجاهات بتظبطه كل 100,000 ولا حاجه. حتى لو المكنه كلها شنشت معاك على 300,000 سهل تجيب مكنه كلها على بعض مش هتكمل 30-40,000. والفتيس بتاعها ما شاء الله ما بيحصلوش حاجه، هتركب بس صدادات ورا خلفيه للمساعدين اللي ورا عند السوست كده عشان وزن اسطوانه الغاز، عشان ما تقعدش كل شويه تحك منك في مطبات وخلاص. وما تقلقش مش هتاثر معاك قوي على التوازن العربيه، وزي ما قلت لك انت هتجيب اوبر ديدي كريم هتتنقل بين الشوارع الداخليه عندنا في مصر، انت مش هتاخدها تسافر بيها من القاهره لاسوان يعني. بروتون ساجا ما انصحش ان حد يركب فيها غاز. مواتير البروتون عامه معروفه ان هي مواتير حاميه، يعني بتشتغل على ار بي ام عالي شويه، وموتور درجه حرارته بتعلى، فالغاز معاه مش هيبقى احسن حاجه. بالنسبه لقطع الغيار، بروتون ساجا تجميع محلي من مصانع عز العرب، بس برضه هتلاقي قطع غيار غاليه، يعني مش هتلاقي فانوس ديبو زي اللي موجود في نيسان صني ب 1000 ونص، مش هتلاقي اكسدام كله على بعضه يعمل 2000 جنيه، لا هتسمع ارقام اكتر من كده شويه. وده في العربيات اللي هتشتغل بيها صعب، عشان انت ماشي على طريق ومعرض ان العربيه تخبط منك في اي وقت. الشكل ده موجود تقريبا من 2021 في الساجا بالذات. هتلاقي له قطع غير استيراد، هتلاقي له مش هتلاقي له، بس هتلاقي سعرها اغلى برضه من نيسان صاني. طب انت كل حاجه عمال تقول ان نيسان صاني نيسان صاني، البروتون ساجا وحشه قوي كده. مشكله البروتون ساجا ان هي جايه في سعر قريب قوي من نيسان صاني، المفروض سعرها ينزل شويه حلوين. قبل التعويمات اللي حصلت دي كلها كان سعر الساجا تقريبا 180,000، والنيسان صاني كان سعرها 210، وبرضه ما كانتش بتبيع قوي. فالعربية دي عشان تشتغل كويس سعرها المفروض ينزل تحت 600,000، 560 580 في الرينج ده. وشيل لي منها يا عم الشاشة والكاميرا مش عايزه، ساعتها اقول لك عربية تستاهل انت تبص عليها، وما تروحش ساعتها تجيب النيسان صني، وهتنتشر اصلا في السوق جامد جدا. بس لو انت جايب عربية بالاخص تشتغل عليها ومش فارق معاك موضوع الصاج الضعيف او كده، خليك. بس خلي بالك مش معنى كده ان نيسان صني نازله من السما، هنتكلم في عربيه الصاج بتاعها ضعيف جدا، زيها زي سوزوكي ديزاير كده، عربيه الصاج بتاعها خفيف قوي، اكسدامات خفيفه، فاي خبطه في العربيه دي بالذات هتزعلك. يا ريت بقى تقول لي في الكومنتات انت لو هتجيبوا عربيه من العربيتين دول تختاروا ايه، وقولوا لنا برضه على العربيات اللي عايزين نقعد نتكلم عنها وندردش عنها شويه كده مع بعض. واشوفكم الفيديو الجاي، ومعاكم مؤمن سيد، سلام.